اسمع بقى يا برنس، عايزك تهدي اللعبه معايا كده وتركز معايا. مبدئيا وقبل اي حاجه، عارفين القصه بتاعه تريزيجيه وان هو اتخانق وان كل واحد عايز ياخد اللقطه والكلام الجميل ده، بس مش عايزين نصدر الضوء عليه. يعني مش عايزين نبقى مع القطيع اللي عمال يتسلط الضوء على كل السلبيات ويسيب كم الايجابيات اللي كان موجود امبارح، لان انت لو دورت على السلبيات فهتلاقيها اقل من الايجابيات بكتير جدا. انت سلبياتك ايه من الاول؟ انك انت رحت بفرص كتير الشوط الاول وما عرفتش تستغلها، دي اول حاجه. تاني حاجه الموضوع بتاع البلانتي والشخصيه، وان انت لازم يكون في دكر قاعد على الدكه عارف مين اول واحد، مين تاني واحد، مين تالت واحد يشوط ضربات الجزاء. كان لازم من الاول هو يقول، هو اللي يقوم ويحكم رايه يقول مين هيشوط. دي تاني حاجه. وتالت حاجه بقى وهي اهم حاجه، مش التغييرات بتاعت المدرب بس، لا ده انت وقعت بدني في اول الشوط الثاني بسبب ان انت ما عرفتش توازن وتوزع جهدك على مدار 90 دقيقه. بمعنى انك انت نزلت اول 45 دقيقه جبت كل اللي عندك حرفيا، وده الكلام اللي مش هينفع تعمله مع بالميراس نهائي، لان اللعيبه دي عندها قوه بدنيه تفوقك 200 مره. وعلى فكره انت لو وقعت بدنيا، فلنفترض انك وقعت بدنيا في الشوط الثاني زي ماتش انتر ميامي قدام بالميراس، فانت بالميراس هتديك على عينك. فانا اديني بعد لك اهو الثلاث نقط ولا الاربع نقط بتوع الاهلي السلبيين اللي حصلوا في ماتش امبارح قدام انتر ميامي. ايجابياتك بقى انك انت ما كنتش هايب الموقف امبارح، عملت ماتش كويس، وقفت على الكوره، بنيت هجمه من تحت. الشوط الثاني استغلت سرعات فرقتك، كان ممكن تكسب بنسبه كبيره جدا حتى في الشوط الثاني. ومع كره الشحات زادك النهارده ايجابيه تعادل بالميراس وبورتو. التعادل ده خلى ان الاربع فرق بقوا في ناحيه واحده، كل واحد معاه نقطه ومليون دولار. كل النقط السلبيه دي ملحوقه ونقدر نعدل منها قدام بالميراس عادي جدا. انت كان عندك نقط سلبيه وممكن تصلحها، ما كانش عندك نقط سلبيه وانت فرقه فاضيه. في فرق كبير. ما تسمعش لحد بيقلل من لعيبتك وما تخافش ولسه فيها.